فضيحة تحكيمية بامتياز في مباراة بيراميدز وسموحة. يا جماعة اللي بيحصل ده ويطلع في الآخر حد مجنون معتوه يقول لك الدوري موجه للنادي الأهلي. بأمارة إيه؟ بأمارة إيه إن ضربة جزاء بالشكل ده لنادي سموحة على نادي بيراميدز في آخر الماتش كانت النتيجة 0-0 وما تتحسبش، وفي الآخر ويرجع الفار، يعني الحكم شافها ما حسبهاش، رجع الفار يتأكد منها قال له لا العب. فضيحة تحكيمية بامتياز. الدوري عايزين يدول لنادي بيراميدز بأي شكل. هتقول لي انت مش طرف. لا انا طرف مباشر، انا النادي المنافس الاول لنادي بيراميدز، انا المطارد الوحيد لنادي بيراميدز. مكسبه بالشكل ده يأثر عليا انا، خسارته النهارده او تعادله النهارده يفيدني انا في مصلحتي انا. اللي حصل النهارده ده ما ينفعش حد يسكت عليه. انا نفسي اشوف مجلس اداره نادي الزمالك اللي طلع بيان شديد اللهجه بعد ماتش الاهلي وبيراميدز. انا نفسي اشوف له بيان. انا مستني اهو، احنا من ساعه ما الماتش خلص لغايه ما انا طالع باللايف لغايه دلوقتي مفيش بيان طلع. فضيحه تحكيميه بامتياز. فضيحه تحكيميه بامتياز. الناس دي اقول ايه بس، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الناس دي عايزه توجه الدوري في حته تانية، ويطلع الضغط الاعلامي ويطلع هجوم شديد من اعلاميين نادي الزمالك وصحفيين نادي الزمالك ان الدوري عايزين يدوا للنادي الاهلي. والدوري ازاي احنا ده عندهم 43 44 دوري، ازاي ده كل ده واخدينه بالحكام؟ يا جماعه انتوا بتكذبوا الكذبه وتصدقوها. انتوا بتكذبوا الكذبه وتصدقوها. انا مستني رد واشوف رد فعل مجلس اداره نادي الزمالك على اللي حصل النهارده في ماتش بيراميدز. حاجه مهزله. 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 كرة واضحه وضوح الشمس. اللعيب شوطه تصويبه من لعيب سموحه في ايد علي جب. مهزله. مهزله. الحكم واقف قدام ال 18 ولا هو حسب ولا الفار قال له حاجه. يعني هو يعني الفار فضل يراجعها وهو واقف شايفها، حتى ما قالوش تعالى شوفها. هو الفكره كلها ان هو شافها قالوا له لا مش ضربه جزاء، خلاص ما اتحسبتش مع السلامه. فضيحه تحكيميه بامتياز. مهزله تحكيميه.